السلام عليكم. أنا مدرس مساعد ندى الجرحي في كلية الطب قسم الباثولوجي، والنهاردة هكلمكم عن كلية الطب جامعة قناة السويس اللي هي مقرها في إسماعيلية. بيجيلي كومنتس كتير على اليوتيوب إن أنا أقول لكم النظام الجديد وأقول لكم المساوئ بتاعتها قبل الميزات، وخليني أتكلم معاكم النهاردة وأبقى في منتهى الوضوح والحيادية واقول لكم النظام بيبقى عامل ازاي، وهجاوب على كل الاسئله بتاعت هل هي كليه صعبه ولا لا، هل هي كليه لم ينجح احد وكل الناس ساقطه، هل هي كليه ما فيهاش اعادات، هل هي كليه مليانه فاينلز، هل هي كليه ملهاش مصادر. كل الاسئله الكتير دي، هل الكليه الكلينيكال بتاعها او المستشفى بتاعتها وحش، التعليم بتاعها وحش. انا في الفيديو ده هجاوب على كل الاسئله دي. جامعه قناه السويس كليه الطب موجودة من زمان، من سنة 80. تمام، فاحنا الجامعة شغالة بقالها أكتر من 40 سنة، هي مش كلية جديدة، فبالتالي ليها المباني الخاصة بتاعتها، ليها المستشفى الجامعي بتاعها من أول ما تأسست، وهي الكلية مبنية على نظام هو ال problem based learning. يعني إيه؟ يعني أنا كل أسبوع بأدي الطالب مشكلة، المشكلة دي problem اللي هي بتبقى عبارة عن كيس أو بتبقى عبارة عن حالة. الحالة دي مثلا فلانة بتشتكي من كذا 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 وعندها كذا كذا كذا، ايه رأيك؟ هتقولي يعني انا في طالب في سنة اولى هبص على بروبلم واقول فلانة بتشتكي من ايه؟ انت في سنة اولى هتبص على بروبلم وتشوف فلانة بتشتكي من ايه. وده ليه؟ لان احنا بنشجع ان الطالب هو اللي يكون مسؤول عن حل المشاكل اللي هتواجهه، وهو اللي يذاكر بالطريقة اللي تعجبه. المهم ان احنا بنحط اهداف لحل هذه المشكلة، اهداف عشان الرؤية تبقى اوضح، والاهداف دي بطلع منها المنهج بتاعي. تمام، ده الكلام اللي على الورق. اللي بيحصل حقيقي ايه بقى؟ الطلبه بتوع سنه اولى وثانيه بيتجمعوا مره في الاسبوع، كل كلاس بيبقى بيتجمعوا في كلاسز، كل كلاس بيبقى فيه حوالي 15 20 35 يعني 30 على حسب عدد الدفعه، بس خلينا نقول ان كل مجموعه بتتجمع مره في الاسبوع، بياخدوا ورقه المشاكل، بيقروا المشاكل وبعدين بيطلعوا لها اهداف. احسن كلاس طلع اهداف بياخد جايزه رمزيه اكيد، بس بنشجع اللي بيشتغل فعلا ويطلع الاهداف. وبعد كده بنتفق ان احنا كمان اسبوع هندور على الاهداف دي ونيجي نناقشها المره الجايه. الاهداف دي بتبقى في الحقيقه المنهج اللي هو عباره عن ايه؟ التشريح والفسيولوجي والهيستولوجي وكل المواد بتاعت العلوم الاساسيه بتاعت الطب. طيب، الحاجه التانية اللي مختلفه عندنا في نظام الكليه وهو ان كل المواد انتجريتد، كل المواد مع بعض. يعني انا مثلا ما باجيش اديك مثلا ماده البايوكيمستري كماده وتاخد الكتابين وتمتحنهم، او مثلا ماده التشريح كماده وتاخد الكتاب وتمتحنه. لا، انا بعمل ايه؟ بيبقى عندنا نظام اسمه موديول. الموديول ده عباره عن ايه؟ عباره عن 4 5 اسابيع 6 اسابيع على حسب كميه يعني حسب المواد يعني، او كميه الاهداف اللي هتدرس في الموديول ده. وبقول لك مثلا الموديول ده موديول القلب، الكارديوفاسكولار سيستم، هنتكلم فيه عن كل امراض القلب، وهنتكلم فيه عن امراض القلب من حيث تشريحيا، من حيث فسيولوجيا، من حيث الباثولوجي، من حيث الهيستولوجي. فمش كل شويه احنا هندرس مثلا هيستولوجي لوحده وبعدين السنه الجايه اخد نفس الديزيز بس في كتاب تاني. لا، كل الديزيزز بتبقى مع بعض مجمعه في الموديول ده. ده اسمه انتجريتد ميديسن، والنظام ده بدأ يتطبق دلوقتي في جامعات مصر كلها من ساعة ما طبقنا نظام ال5 سنين دراسة وسنتين امتياز. بدأ نظام الانتجريتد يتطبق على جمهورية مصر كلها، ولكن احنا في اسماعيلية احنا كنا اصلا ماشيين كده من سنة 80، فمفيش حاجة كانت صعبة بالنسبة لنا ان احنا نطبق النظام الجديد ده. سنة اولى اول ما بتيجي ان شاء الله بيبقى فيه اسبوعين ان احنا نتعرف عليكم، والاسبوعين دول بنعرفكم على المبنى والاماكن اللي انت هتروحها خلال الدراسه عشان ما تتوهش. يعني نقول لك ده مبنى المعامل، ده مبنى الفصول، الحته دي فيها المدرجات، الحته دي فيها معمل مهارات، وهكذا. خلاص، اول اسبوعين ده بتتعرف على الناس اللي اكبر منك، بتتعرف على الدكاتره، بتتعرف على الدفعات اللي هم سنه تانية وثالثه ورابعه عشان هم اللي بينظموا الموضوع ده اكتر. بتتعرف على الدكاتره اللي هيبقوا مسؤولين عنك طول السنه اذا مقررين المرحله. فحلو انك تحضر الاسبوعين دول من باب ان انت تفاميليارايز او تبقى مؤتلف، يعني في ألفة كده ما بينك وما بين المكان قبل ما نبدا المناهج بصوره حقيقيه.
تمام. يبقى احنا كده عندنا اتكلمنا عن الموديولز، واتكلمنا عن الفصول، واتكلمنا عن الاسبوعين التعارف اللي في الاول. بعد كده في برضو حاجة عندنا مختلفة، وهي السكيلز لاب والعمل الميداني. السكيلز لاب ده عبارة عن معمل مهارات. يعني ايه معمل مهارات؟ المهارات الإكلينيكية انت بتتعلمهم قبل ما تخش اصلا فترة الإكلينيكية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت كل اسبوع برضو بيبقى ليك زي تاسك او بيبقى ليك سكيل تتعلمها انت وزمايلك، برضو بتتقسموا الى مجاميع، وبيجي دكتور يعلمكم ازاي تقيسوا الضغط، ازاي تسحبوا دم، ازاي تدوا حقن وريد، ازاي تدوا حقن مش عارفه عضل، ازاي تقيسوا الحراره، ازاي تعملوا فحص عين، فحص اذن، فحص اي فحص، المعده، فحص الاعصاب، فحص العضلات، اي فحص ممكن تفكر فيه بتتعلمه في خلال اول سنتين دراسه. ده السكيلز لاب. طيب الحاجه الاخيره وهي العمل الميداني. العمل الميداني ده ان انت بتاخد نفس المجموعه او مجموعه اخرى من الطلبه، برضو بيبقى عددكم الى حد ما قليل، وبتروحوا الوحدات الصحيه اللي موجوده في اسماعيليه وضواحيها. بتروحوا تقعدوا كده ساعتين، بتاخدوا تاريخ مرضي من العيان، وتتناقشوا مع الدكتور عن الحاله دي، وازاي انت كطبيب اسره او كممارس عام تقدر تمانج الحاله دي، وتقدر تعرف تتكلم مع الحاله، ازاي تديها هيلث اديوكيشن اللي هو التعليم، يعني التثقيف الصحي بصوره كويسه. وبتتعلموا ازاي تدوا محاضرات وندوات اللي بيزوروا الوحده الصحيه عن السكر، عن اساليب الرضاعه، عن ايه احسن حاجه مثلا الاكل، عن ضرر مثلا الزيوت وضرر الطعام مثلا المهدرج. يعني بتروحوا الوحده الصحيه عشان تتعلموا مهاره انكم تاخدوا تاريخ مرضي من المريض، وفي نفس الوقت تتعلموا مهاره التثقيف الصحي للافراد والمجموعات، بغض النظر ايه المواضيع اللي انتوا هتعملوا لها تثقيف صحي للمجتمع. عشان كده كليه طب اسماعيليه كانت زمان معروفه بطب الاسره. ليه؟ لان هي برضو كانت من الكليات القليله اللي فيها تخصص طب اسره. ساعه لما فتحت كانت هي من الكليات القليله او الوحيده تقريبا اللي فيها طب اسره، فبقى معروف كليه اسماعيليه اللي هي بتاعه طب الاسره. هي بتاعه طب الاسره، بس عادي هي فيها كل التخصصات. وعلى سبيل الهزار مره حد قال لي دي بتخرج بس دكاتره طب اسره، ما بتخرجش دكاتره تانيين. معرفش ازاي، طب احنا درسنا زيك. ما علينا. طبعا كل التخصصات موجوده وبتخرج كل حاجه، ولكن بيهتموا هم بطب الاسره وطب المجتمع اكتر من العادي. نظام الدراسه هم 2.5 بيزك و2.5 كلينيكال، عشان هم 5 سنين، وبعد كده 2 امتياز. طيب نيجي بقى لفقره الرد على الاسئله الكثيره التي تدور حوالين هذه الكليه، وان هي كليه وحشه. انا هحاول ابقى حياديه، وهحاول اتكلم بموضوعيه شديده، وهحاول ما اقولش الكليه وحشه ولا حلو، انا هقول الحقائق كما هي. اول مشكله كانت موجوده في الكليه، وهي ان النسب المئويه اللي احنا بنتخرج بيها قليله بالنسبه لكليات تانية في مصر، زي مثلا ولا الحصر كليه طب الزقازيق. كليه طب الزقازيق الطلبه بتوعها بيتخرجوا الاوائل، يعني بيتخرجوا ب 95 96 97 98 99%. يعني كليه طالب طب بتخرج بهذه النسب المئويه. طيب فين المشكله ان انا اتخرج بنسبه مئويه اقل شويه؟ المشكله ان انت لو ما تعينتش في الجامعه هتروح الصحه، فلو رحت الصحه ونسبتك المئويه قليله شويه مش هتعرف تاخد التخصص اللي انت عايزه. طيب هل الموضوع ده اتحل؟ الى حد ما بدا يتحل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان شهادات يعني الطلبه اللي متخرجين دلوقتي اغلبهم جايبين امتياز، يعني ممكن نقول تلت جايب امتياز. امتياز معناها انها فوق 85، اذا النسب المئويه اتعدلت. تاني حاجه اللي طالعين من سنه اولى وسنه تانية برضو حبه منهم حلوين، انا ما اقدرش اقول نسب بالظبط، ولكن حبه منهم حلوين جايبين 96 و95 و94. اذا الموضوع في الاخر ايه؟ انت ذاكرت ولا ما ذاكرتش؟ حطيت مجهود ولا ما حطيتش؟ لان النسبه المئويه خلاص ما بقتش عائق. انت عليك انك تذاكر وهتجيب النسب المئويه المطلوبه. والله اتعينت في الجامعه اهلا وسهلا، ما اتعينتش ورحت الصحه اهلا وسهلا برضو، هتاخد التخصص اللي انت عايزه. في نقطه بتقول انه الامتحانات اللي بيسقط ما بيعيدش. الكلام ده غلط. احنا لحد دلوقتي احنا في شهر 9 اهو، وداخلين على السنه الدراسيه الجديده، ولسه شغالين في الامتحانات بتاعه الاعاده بتاعه سنه اولى وثانيه. ليه؟ لان احنا بندي فرص للي بيسقط، فمعنى انك سقطت لا ليك فرصه انك تعيد. وبرضو على حسب اللائحه، يعني السقوط ده ليه درجات. هل سقطت في كل المواد؟ هل سقطت في كل الموديولز؟ ولا في حاجات معينه ليك حق انك انت تعيد بس؟ فهل في اعاده؟ في اعاده، ولكن
بنظام، بمعنى ان انت ما تبقاش انت مثلا ما بتجيش خالص وسقطت وليك فرصه، اكيد لا، انت خلاص. ثالث سؤال، هل في مصادر ولا احنا كلنا نقعد نذاكر مع نفسنا كده ونقعد نالف ونضيع وقت؟ والله هو مفيش مصادر، الكليه ما فيهاش مصادر، احنا ما عندناش كتاب اسم، ما عندناش كتاب كليه، ما بنطبعش كتب، ما بنوزعش كتب، والكلام ده ممنوع عندنا. طيب ايه البدايل؟ اذاكر ازاي؟ اعرف منين؟ تعالى اول اسبوعين وتعرف على الله اكبر منك وهم قالوا لك كانوا بيعملوا ايه. المحاضرات موجوده، في كتب مصر كتير موجوده، انا متخرجه من الكليه دي وما كنتش بقى يعني كنت بذاكر بالكتب المصري عادي، وكنت بفتح تكست بوك برضه تمام، يعني بفتح المرجع الاجنبي، بس انا مذاكرتي الاساسيه من المصادر المصريه، ولكن بتاكد ان المصدر المصري ده مصدر موثوق، وهو في الحقيقه المصادر المصريه بتبقى تلخيص للكتب الاجنبيه، يعني ما بنبقاش بعدنا قوي يعني. المصادر يعني في مواد زي الباثولوجي ما كانش ينفع ان احنا نذاكر من الكتاب المصري، فكنا بنشوف حد اكبر مننا ملخص الكتاب الاجنبي وناخد الملخصات بتاعته جاهزه. نفس الكلام، انت بس محتاج انك انت تبذل شويه مجهود قد كده انك تتواصل مع اللي اكبر منك اللي جايب تقديرات حلوه. بتذاكر ازاي؟ هو هيقول لك، مش هيبخل عليك بحاجه، لان هو كده كده اكبر منك، واللي مش عايز يساعد شوف غيره، كده كده هتلاقي حد يدلك تعمل ايه بالظبط. فموضوع ان مفيش مصادر وان احنا بنذاكر مع نفسنا، انا شايفه ان هو مش ازمه قوي يعني. موضوع ثانويه عامه وان احنا عندنا كتاب ونحفظه وندخل نصمه ونطلع ناجحين، خلاص انت دكتور دلوقتي، ما الحياه مش اسطمبه، هي الحياه مش كده، هتبصمك كتير، بس يعني نحاول ان احنا نشغل دماغنا شويه. الكليه الكلينيكي بتاعها وحش جدا، والمستشفى وحشه جدا، ومفيش تعليم مش عارفه ايه. طيب بصوا، يعني هي فكرة ان المستشفى وحشة ولا حلوة ده بيبقى في الاخر على حسب المصادر والصرف على المستشفى اللي هي ميزانية الدولة، يعني انا ماليش يد فيها وكلية الطب مالهاش يد فيها. انت ليك ان الدكتور بيجي يدرس لك ويمشي، يجي يديك المعلومة على قدر المستطاع، يعني على اكمل وجه ويمشي، بيجيب لك بقى من الجايد لاينز. احنا على فكرة يعني كل الكلام اللي اتعلمناه ايام الاكلينيكي، يعني ايام ما كنت انا في الاكلينيكي كان جايد لاينز، احنا ما كناش بنالف برضه. فالجايد لاينز دي بتيجي منين؟ من بره، يعني بتيجي من كتب اجنبيه، بتيجي من مجلات اجنبيه، فبالتالي هو العلم واحد، يعني العلم واحد. حكايه بقى المستشفى وحشه او حلوه دي مساله يعني فنيات انت مالكش دخل فيها. طب ايه المستشفيات اللي هتبقى جميله جدا؟ المستشفيات اللي هي فيها امكانيات، اللي هي فيها صرف، اللي هي فيها عيانين كتير، اللي هي مثلا القاهرة، قصر عيني وعين شمس. ليه؟ لأن كليات القصر العيني وعين شمس الاتنين عندهم كذا مستشفى جامعي ومستشفى تخصصي، وعندهم فلوس، يعرفوا ميزانية، يعرفوا يصرفوا على المستشفى دي، وفي نفس الوقت عندهم فلو عيانين كتير. ولكن هل ده يعني يخليك انت تتعلم احسن؟ لا، هو العلام واحد، العلام واحد. هو ده بيفرق بعد كده في الشغل، يعني انت كطالب ما يفرقش معاك في حاجة، يفرق بعد كده في الشغل. طيب اخر حاجه، الكليه الاهليه يا دكتور ايه رايك فيها؟ والله الكليه الاهليه هو نفس الستاف بتاع الحكومه، هو نفس الستاف بتاع الجامعه الاهليه، و ما بيفرقش في حاجه، هو نفس العلام، وهو نفس المنهج، كل واحد مفيش اي فرق خالص. فلو جيت الاهليه اهلا وسهلا، ويلكم. بس اعتقد ان انا جاوبت على كل الاسئله كده، وبالتوفيق ان شاء الله تيجوا تنورونا. لو حد عنده اي سؤال يا ريت تسيبولي في الكومنتس. انا موجوده في قسم الباثولوجي، هشوفكم ان شاء الله في سنه اولى وفي سنه ثانيه، واتمنى انكم يعني لو جيتوا وشفتوني تعالوا سلموا عليا، انا بحب الحاجات دي. اوكي بس، واشوفكم الفيديو الجاي.